تعالوا نشوف التشكيلة دي هنعملها ازاي، وهقول لكم عبارة عن ايه. يلا بينا. الحكاية بدأت من هنا يا جماعة، بدأت من قفص الطماطم ده، لسه بفتحه وجات في دماغي كده اعمل منه كذا حاجة ونستفيد منه. ماشي تمام، بما هو الا حاجات عندنا، عشان خاطر بدل ما نلجأ بقى للحاجات المعلبة اللي بره والمواد الحافظة. طبعا الطماطم احنا نقدر نستغلها ونشكلها لكذا حاجة، وهنشوف معانا ازاي هنقدر نشكلها. ببدأ في الأول هنا طبعا، بختار طبعا الطماطم الحمراء الأول، والطبعا اللي هي ممكن ما تنفعش خلاص بستغنى عنها، وببدأ يعني اختار منها حاجة يعني اللي انا هبدأ اسويه على طول دلوقتي. وهنا بفرده طبعا على صينية معانا كده، على حاجة ببدأ هنغسلها دلوقتي وهنشوف هنعمل فيها ايه، والتشكيلة بتاعتها هتبقى عبارة عن ايه. تمام. هنا جبنا الطماطم طبعا اتغسلت، وهنحطها كده في الحلة زي ما هي، ولا هنقطع ولا هنعمل اي حاجة. هي منها فيها كده هنحطها على النار، وهنعمل عليها كده اضافة صغيرة عشان تدينا النتيجة افضل واحسن. يا لايك وشير معايا حبايبي، يلا نشوف هنعمل ايه. هنضيف هنا بطاطساية كده كبيرة او بطاطسين متوسطين على نص بنجرية كده. فكل شوية حبة احنا هنبدأ نسويهم على النار مع ربع كوباية مية، هي هتنزل مية منها فيها وتستوي جدا. وهنغطي عليها وبس، خليكي حريصة تبقى الغطا برضو موارب عشان ما تنزلش المية بتاعتها. طبعا لما بردت خالص ضربناها في الخلاط وصفيناها، وبدأنا نكثفها تاني ونضيفها على النار تاني لحد ما تتقل هنا معايا عشان تعمل معايا صلصة. وببدأ هنا اجيب العبوات بتاعتي اللي انا هبدأ اجهزها فيها، عبارة عن اكياس اللي هي التغليف معانا دي، اللي هي بالسوسته او اي اكياس عندك، او علب ممكن تكون عندك علب زياده كده، او برطمانات، بس يفضل تكون طبعا بلاستيك مش زجاج عشان اشيلها في الفريزر. ببدأ هنا اضيف المقدار بتاعي واعبي انا الصلصه بتاعتي، وهنا بقول لك فيه تاريخ وفيه النوع الحاجه، لو انت بتتلخبطي او حاجه شبه بعضها ممكن تكتبي عليها كل حاجه. ببدأ طبعا اضيف على قد ما استخدامك، ممكن في اكياس تبقى مثلا مليانه شويه، في اكياس تبقى نص، على اساس ان انت بتستخدمي اكلات متنوعه، مش كله، مش المحشي زي الخضار زي اي حاجه. المحشي طبعا محتاج ليها طماطم اكتر شويه كده يعني. بس بنبدأ بقى خلاص بنطلع، بتفرغي الهواء من الاكياس الحفظ الطعام اللي معاكي، وبتقفلي السوست عليها وبتبططيها وبتحطيها في الفريزر عندك، زي بتحفظيها بقى عندك، والف هنا وشفا. تمام، دي الايام بتاعتها على قد ما تقدري هاتي واعملي. هنا خدت شويه. طبعا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنا هنعمل كاتشب بيتي بدون اي مواد حافظه ولا عبوه بمبلغ وقدر ولا اي حاجه خالص. بصوا هنا بتفضلي كده تقلبي فيها، هي متصفيه وكل حاجه تمام تمام، ولا بذر ولا اي حاجه. بتفضلي تضيفي عليها ربع معلقه فلفل اسمر، على بصل بودر وتوم بودر، ربع برضو، وهنا برضو ربع ملح. والكمية الكبيرة هنحتاجها السكر، زي ما انتوا عارفين الكاتشب بيبقى مسكر معانا، هنا كوباية الا ربع سكر. واذا احتاجتي تاني انت برضو بتدوقي في الاخر وبتشوفي لو محتاج سكر كمان بتضيفي معانا شوية سكر كمان. تقلبي كويس وتحاولي ان الحاجة تستوي معاكي، الطماطم تستوي. وهقولك هنا فين درجة السوا بتعرفيها ازاي. سهلة جدا وبسيطة يا جماعة، مش محتاجة اي حاجة. دول ممكن تقولي 2 كيلو صلصة مش طماطم، لان انتوا عارفين الطماطم بتقل طبعا مع السوا بتاعها. هنا معانا معلقة تشا صغيرة على معلقتين مية بدوبهم واضيفهم على عشان تساعد على التول. هنا لما تلاقي تحطي معلقة منها في الطبق وتلاقي خط كده نازل مية، تعرفي ان هي لسه ما استوتش. هنا كده استوت، ان هي الخط ده منزلش، اعرفي ان هي الطماطم استوت وخلاص كده بقت جاهزه ان هي نسيبها تبرد عشان نعبيها كاتشب ونعبيها في الزوجات بتاعتها. كده طبعا هسيب الطماطم بقى في حالها؟ لا طبعا هجيب برضو شويه وهعمل طماطم مجففه. انا هحتاجها طبعا في وصفات هنشوفها بعدين. طبعا بتعملي الطماطم كده على ظهرها زي ما انتم شايفين، وتحطي معلقتين زيت زيتون في قاع الصينيه او الصاج بتاعك، وتفردي طماطم زي ما انت شايفه كده. هتضيفي طبعا فصوص توم كده معاها تستوي مع عود روزماري معانا. وببدأ انا مشغله طبعا الفرن معايا، بس يا جماعه هي هنا محتاجه فرن
3 ساعات، بتاخد فترة كبيرة جدا على ما تجف وتنشف. احنا طبعا في وقت برودة، مش وقت ان في ناس بتحب تجففها في الشمس، لا طبعا انا بجففها هنا، بنجففها درجة حرارة في الفرن بتاع على اقل درجة حرارة 140. هنا خلاص جفت ونشفت من اللي هي فيه، طب المية اللي فيها. بجهز هنا برطماني الناشف معايا المعقم الزجاجي، وهنضيف عليها الطماطم لحد ما نملاه او لحد الكميه اللي معانا. طبعا الكميه عندي ما كفتش، فهجفف تاني شويه عشان اقفل بيها البرطمان. هنا الكاتشب خلاص برد وعبيناه في الزجاجات بتاعته، العبوات بتاعته، وبضيفه في الفريزر عشان هو بيقعد معانا فتره طويله. هنا بوريكم هنا طبعا تشوفوا الكثافه والكاتشب حاجه بقى بيتي انت عامله بقى براحتك. وبصي اهو، تضيفي على كل اكل وانت ولادك اللي حابينه. طبعا في او الاطفال بيموتوا في حاجه اسمها كاتشب، بيحبوه جدا. دي بدون مواد حافظه، جميل جدا وبيتي وحاجه نظيفه، وطماطم انت شايفاها ومفرزاها على الفرز. هنا بضيف الطماطم مع البرطمان الزجاجي بتاعنا، وهضيف عليه الماده بقى اللي هتحفظه. اهو انا خلاص مليت، يعني هو متملاش، بس انا هضطر اعمل طبعا شويه كمان عشان اقفل البرطمان بتاعه، يبقى حبه يعني يستاهلوا ان انا احفظهم. هنا بضيف بملى الزيت زيتون، وما تخافوش الزيت الزيتون بعد كده نستخدمه في الاكل بتاعنا، مش هنهدر فيه ولا هنستغل، لا هنستغله برضه، مفيش حاجه عندنا مش هنستغلها. تمام. وهنا الزيت هنستخدمه في اي حاجه بعد كده.